شفت البلاغ ضد الشيخ مصطفى العدوي عشان عايز يدخل ترامب الاسلام؟ ما شفتش؟ تعال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي أيها الفام العظيم، وحشتوني. طب يا جماعة، فيديو جديد، وما تنساش قبل ما نبدأ الفيديو لو ما صليتش العشاء تقوم تصلي العشاء، المغرب تقوم تصليه، أي فرض فاتك تقوم تجيبه وبعدين تيجي تكمل الفيديو. احنا قاعدين، والسبت ده هيكون فيه هديتين، الهدية الأولى من كورسات دوت كوم والهدية الثانية مني. نبدأ بهدية كورسات دوت كوم. بما اننا في فتره امتحانات، فالمرحلتين بتوع كورس الانجليش ب 500 جنيه والمرحله الواحده ب 300 جنيه، وبرضه العرض بيكون متاح لمده 72 ساعه، 3 ايام فقط. تقدر تشتري الكورس وتركنه بعد الامتحانات، هو كده كده صالح معاك مدى الحياه سواء على الويب سايت او على الابلكيشن. وعاملين عرض كمان انك تتكلم 6 ساعات مع نيتيف سبيكر متوزعه على 6 شهور ب 250 فقط، وتقدر تتواصل معاهم لو انت في فتره امتحانات ان هم ياجلوا لك شهرين علشان تقدر تستفيد بالخصم بتاع النيتيف سبيكر. تقدر تحجز الكورس دلوقتي من خلال رقم الواتساب بتاعهم. وباكد تاني، العرض لمده 72 ساعه، مالكش دعوه بالسعر اللي مكتوب على الويب سايت، السعر اللي انا بقوله هو السعر اللي بتاخده من خدمه العملاء. فاهم؟ 500 وانطلق يا صديقي. نيجي بقى للهديه الثانيه. الاول ال 500 جنيه بتوع الشخص اللي توقع الاجابه المظبوطه كانت من نصيب عبد الرحمن، قناه وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. وكل اللي متابعيني من زمان هم عرفوا يجاوبوها صح، بس هو اول واحد جاوبها صح، فال 500 جنيه اتحولت لعبد الرحمن. وعلشان الناس الثانيه اللي جاوبت صح، دي كمان 500 جنيه طلعت باسمهم لفلسطين. وعشان الناس اللي جاوبت غلط، دي كمان 500 جنيه طلعت باسمهم لفلسطين. واللي ما اشتركوش خالص برضو نتبرع باسمهم ب 500 جنيه لفلسطين. يلا بينا نبدا الفيديو. واحد يزعم انه جمع لك احاديث صحيحه عن النبي، ومتى؟ بعدما توفي النبي ب 200 سنه. يعني تخيل اقول لك اكتب لي عن جدك الخامس احاديثه وكلام صعبه. خليك من جدك. انت لو اعطيتك سر تنقله بحذافير لشخص اخر، اكيد بتضيف عليه شويه من ابداعاتك. تخيل يتنقلوا السر 10 اشخاص، يمكن يصل الكلام مختلف تماما. يا اخي معقوله تصدق طيب، الناس في التعليقات هنا فاكره ان فداء الدين ضد السنه وضد الاحاديث وبيتكلم ان هو منكر سنه، ولكن العكس، هو اصلا عامل الفيديو ده علشان يرد على منكري السنه، وهو رد عليهم بس في باقي الفيديو. عشان كده يا جماعه احنا دايما بنحذر من الاقتصاص، حد يقص جمله واللي بيقصوا كتير. انا اتقص لي شويه حاجات انا استغربت، اللي هو ايه ده؟ الكلام لما اتقص من سياقه بقى مختلف تماما. المهم يعني الراجل طالع في فيديو ضد منكري السنه، خدوا منه دقيقه خلوه هو منكر سنه والناس عماله تهاجمه في التعليقات. واعتقد ان هو رد في الفيديو زي احنا ما ردينا على الشبهات دي قبل كده كتير، وقلنا ان الاحاديث ما اتكتبتش بعد 200 سنه، وقلنا الاحاديث اتكتبت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وان الرسول صلى الله عليه وسلم كان له تلميذه ابو هريره رضي الله عنه، وكتب في ايام الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيفه الصادقه، وكان يامر الصحابه بكتابه الحديث كما في الحديث اكتبوا لأبي شاه، وكما في حديث آخر اكتب فوالله ما ينطق هذا إلا بالحق. وبينا الأحاديث وشرحناها قبل كده، وقلنا أن منع الكتابة ما كان إلا لتثبيت القرآن في قلوب المسلمين. وما الفرق بين القرآن والسنة إلى أن القرآن يصلى به والسنة لا، والحديث لا. فما كان ينطق الرسول صلى الله عليه وسلم عن الهوى، وهذا بقول من القرآن. وشرحنا كل التفاصيل دي وهو رد في الفيديو. ولكن سبحان الله، القص بس لوحده يقلب الدنيا. احنا بقينا في مجتمع مرعب. اللي بعده، حسبنا الله ونعم الوكيل. شفت البلاغ ضد الشيخ مصطفى العدوي عشان عايز يدخل ترامب الاسلام؟ ما شفتش؟ تعال. الشيخ مصطفى العدوي كان منزل فيديو بيدعو ترامب رئيس امريكا انه يخش الاسلام، وقال له اسلم تسلم، وقال له لما تسلم هترجع لامريكا باعظم هديه ممكن يديها لك المسلمين، شهاده ان لا اله الا الله محمد رسول الله. محامي بقى قدم بلاغ ضد الشيخ مصطفى العدوي انه كده بيهدد رئيس امريكا، وقال ان خطاب الشيخ العدوي ده خطاب متشدد بيهدد الامن القومي، وانه كده بيقول لرئيس امريكا لو انت ما اسلمتش انا هخلص عليك. انت بقى تفتكر الفيديو اللي عمله الشيخ العدوي يستاهل البلاغ ولا لا؟ ليه؟ يعني المحامي فاضي؟ مش لاقيين حاجه تتشهروا بيها؟ وسبحان الله الشيخ العدوي بيهدد ترامب. هو عامه يعني الشيخ مصطفى العدوي بارك الله فيه عمل بسنه الرسول صلى الله عليه وسلم. كون المحامي جاهل بالسنه مش مهم، كون المحامي جاهل بخطاب الرسول مش مهم. ونيجي الشيخ مصطفى العدوي بيهدد ترامب. لا يا شيخ، يعني ترامب ما هددش الشرق الاوسط كله؟ ما قالش انا هشتري غزه؟ ما قالش بعد ما طلع من جولته في الوطن العربي انا هاخد غزه؟ غزه ما اتقصفتش وهو لسه في الوطن العربي، يا دوب طالع لسه بالطياره يبدا القصف. لا حول ولا قوه الا بالله. يعني هي الشهره وحب الصيت وصل للدرجه دي؟ حتى لو انت هتطلع بني ادم، يعني ما بتكلمش بقى على المحامي، بتكلم عامه، الناس واصله لدرجه من ان هي تهزق نفسها وتخلي الناس تكرهها
عشان انها تتعرف. طب ما انت تعرف بحاجه وحشه، ما انت هتتعرف بالوحش يا وحش. في كم منشنز بقى في الفيديو الاخير هو عن بنت بلوجر بتروح العرسان صحابها وبتنكش نكشات غريبه وبتصور ستوريز غريبه بتخليهم يقعوا في بعض. انا مش عارف ليه معمول لي المنشن على البلوجر دي، هي طالعه ترند يعني، فاتعمل لي منشن في الترند وخلاص. يعني انتوا مستنيني اقول ايه؟ ما اقول مثلا على حاجه صح ولا غلط؟ كل اللي بيحصل غلط، من اول الفرح اللي فيه اختلاط للبسها الضيق للبس العروسه للعريس لاختلاطهم كله غلط في غلط. يعني انا اعلق اقول ايه يعني انت عايزني اعلق على غلطه واحده واقول لها ما ينفعش تروحي عند العريس وتتلزقي فيه قدام مراته؟ انت عايزني اعلق على الغلطه دي؟ طب ولبسها؟ طب ولبس العروسه؟ طب وفكره الفرح اللي مليان كده؟ طب ايه؟ ما هي الفكره كلها انت متابعتك اساسا للحوار ده غلط. ما تتفرجش يا معلم، ما تتفرجش وما تعمليش منشن، مش سكتنا يا باشا السكه دي. كان زمان لما كنا بنجيب ناس نخبط دماغهم علشان نقول لهم يا جماعه المجتمع يطلع سوي، ده كان سكتنا. وحابب انبه على النقطه دي، انا مش مع حد، انا مع الفكره، مع الراي. انا مش ضد حد، انا ضد الفكره، ضد الراي. الاشخاص بره الجيم. والله حضرتك بتدعم راي غلط، راي فاسد، راي مفسد، انا ضد الراي ده، مش ضدك انت. ممكن انا وانت نتفق في راي تاني عادي. طب انا متفق مع فلان في حاجه وبشيد بالحاجه دي مش بالشخص، او بشيد بالشخص عشان بيقول الحاجه دي. طب لو غلط احط عليه في ايه؟ في رايه في الحاجه دي. هنوصل لمجتمع سوي بيفكر بتفكير سوي؟ مش هيحصل. انسى يا باشا، ابدا بنفسك وما تشغلش بالك بغيرك. لما الاسوياء يطلعوا ترند وموضه هنبقى اسوياء. اتفقنا؟ اشوفك الفيديو جاي على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.